السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا. اللهم امين اللهم امين يا صديقي. الفيديو ده يكاد من اهم الفيديوهات اللي هتنزل على القناة. طب هتقولي ليه؟ لان هقولك النهاردة في الفيديو ده معلومتين مهمين جدا جدا جدا، وربي هيحددوا انت هتخش كلية ايه بعد توفيق ربنا باذن الله. فالفيديو ده باذن الله هقول لك على اهم كتب المراجعة النهائية اللي انا حليتها وكانت سبب في دخولي لكلية الطب. تاني معلومة هقول لك ازاي هتشتغل او هتعمل ايه في الفترة دي بالذات. هل هتلم او هتراجع وهتحل من كتب المراجعة النهائية اللي فعلا نزلت، ولا هتشتغل في المنهج عادي اللي انت لسه بتاخده، ولا تجيب جزء من ده على جزء من ده؟ الكلام ده كله هجاوبك عليه في الفيديو. فالفيديو ده مهم جدا جدا، لازم من اول لحظة لاخر لحظة تكون معايا فيه وتركز في كل نقطة. وبالله عليك بالله عليك ما تسيبش الفيديو تطلع. عايزك الفيديو ده والله والله مهم جدا جدا جدا، عشان انت لازم تكون عارف ان كتب المراجعة النهائية والله العظيم بتشكل عامل كبير جدا في الدرجة اللي انت هتجيبها في اخر السنة في الامتحان. عايز اقول لك انك اللي عملت طول السنة ده كوم، واللي هتحله في المراجعة النهائية وكتب المراجعة النهائية كوم. لو حطيناه كده يعني كتلة، ده ميزان اهوت اللي انت عملته في الترم الاول وعملته في الترم الثاني، والمراجعة النهائية هي اللي الطب، لانك اللي حليته اصلا انت نسيته. يعني انت اللي حليته طول السنه انت نسيته. طب اللي انت هتحله في المراجعه النهائيه هو ده اللي هتخش بيه في الامتحان، وهو ده اللي هيحدد انت هتجيب كام بعد توفيق ربنا في الامتحان، وهو اللي هيحدد باذن الله بعد توفيق ربنا برضو انت هتخش كليه ايه. فبالله عليك اسمع الفيديو للاخر ويلا بينا. اولا كده يا صديقي، لو ما عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك. ماشي ماشي. طب تعال بقى اول حاجه كتب المراجعه النهائيه. خلينا نقول اني نبدأ بأول مادة ألا وهي مادة اللغة العربية. العربي أنا للأسف كنت مهمل فيه شوية، فخدت سنتر شوية وخدت أونلاين شوية بالنسبة للمراجعة النهائية. طب أنا جبت إيه في المراجعة النهائية في العربي؟ أنا كنت مراكم آخر أربع وحدات نحو. فكنت انا في المراجعه النهائيه ما كنتش بحل في كتب المراجعه النهائيه خالص الا لما خلصت التراكمات اللي عليا دي في ماده اللغه العربيه. كانوا اخر اربع وحدات عملت فيهم ايه؟ كان معايا كتاب كيان، تمام. خدت كتاب كيان ذاكرت الوحده كلها على بعضها، تمام. ذاكرت الوحده كلها على بعضها وسمعت ملخص من مستر محمد صلاح ورحت حليت على الوحده كامله من كتاب كيان بتاع اول السنه. طب برضو انت ما قلتليش جبت كتب ايه في المراجعه النهائيه. انا جبت كتاب كيان مراجعه نهائيه، وكنت باخد مع مستر محمد صلاح اونلاين. مستر محمد صلاح اونلاين بينزل لك كميه حل، سواء القراءه سواء النصوص سواء على النحو سواء على القصه سواء على التعبير. بص، ما شاء الله عليه مستر محمد صلاح. انا عايزك تاخد معاه اونلاين في الترم الثاني في المراجعه النهائيه. بالله عليك خد معاه، يعني حتى لو تاخد مع رضا الفاروق ماشي طالما عاجبك طالما بتفهم منه خلاص. ولكن الفكره انا كنت باخد مع مستر محمد صلاح بحل المذكرات اللي هو بينزلها. كنت بحل من كتاب الاضواء وكتاب الامتحان بس. عايز اقول لك حاجه برضو للامانه، انا كنت بحل في كتاب الاضواء وكتاب الامتحان بوكليتات، يعني امتحانات شامله. لكن مع مستر محمد صلاح كنت بحل على الوحده، يعني اي حاجه مستر محمد صلاح بينزلها فهو كان مثلا بينزل على الوحده الاولى نحو 50 سؤال نحو كنت بحله معاه. يعني اي حاجه كان بينزلها كنت بحلها معاه. طب بالنسبه بقى للكتاب الامتحان وكتاب الاضواء كنت جايبهم بوكليتات، يعني كنت بحل فيهم امتحانات شامله بس. مادة شباب عندنا ألا وهي الإنجليزي اللي هي مسببة عقدة لناس كتير. فلو أنت متعرفش أنا بإذن الله بدأت معاهم أو هبدأ يوم الأحد بإذن الله معسكر الإنجليزي. لما أول سبع وحدات هنلم مع بعض وهنفرم وهنشرح. فلو عايز تعرف باقي التفاصيل عشان بس ما اطولش الفيديو هتلاقي الرقم بتاعنا بإذن الله في أول تعليق، تواصل معانا. طب أنا جبت إيه في الإنجليزي؟ أنا كنت بحل مذكرة المستر. مذكرة المستر في المراجعة النهائية، واللي هي كانت سبب بعد ربنا بإذن الله اللي أنا أقفل الإنجليزي وأطلع من السبعة الأوائل على مستوى الإدارة في اللغة الإنجليزية. طب إيه اللي بيحاكي المذكرة دي؟ ألا وهو كتاب المعاصر. يعني لو أنت معكش المذكرة دي ممكن تعتمد على كتاب المعاصر بإذن الله يكون كافي. طب كده احنا خلصنا العربي وخلصنا الإنجليزي، تعال نخش على الفيزياء. الفيزياء يا شباب أنا جبت فيها كتاب الامتحان، وكتاب الامتحان مهم جدا 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 جدا، لازم تحله في أي مادة، تمام. رقم اتنين كنت بحل مع مستر كيرلس او دكتور كيرلس كرولس حاجه زي كده يعني، دليل الطالب. وحليت كتاب نيوتن بالاضافه الى المذكرات بتاع مستر كيرلس اللي كان بينزلها.
فانا حليت في الفيزياء، ركز معايا، كتاب الامتحان وده كان اول كتاب احله، تاني كتاب كنت بحل كتاب نيوتن، تالت كتاب كنت بحل كتاب دل الطالب، رابع وهي مذكرات كيرلس. عندك هقول لك انا كنت بفضل الوقت ده ازاي، او بجيب الوقت اللي انا احل ده كله ازاي في الفيزياء، انا ناقص درجتين تمام، عشان مساله كده منها لله. المهم يعني كنت بجيب الوقت ده كله ازاي هشرح لك باذن الله في الفيديو الجاي. انا اصلا عشان تبقى فاهم كنت باخد الدروس كلها اونلاين، يعني كنت باخد طول السنه الدروس كلها سنتر، وجيت في اخر السنه قعدت من كل الدروس ما عدا الانجليزي. الكلام ده كله برضه هوضحه لك في فيديو جاي باذن الله، فلو انت ما عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك. فعرفنا الفيزياء، الامتحان، دليل الطالب، نيوتن، مذكرات دكتور كليس، ده كله باذن الله مهم. رقم الكيمياء. الكيمياء يا شباب ماده سعرانه، ماده عايز تحل فيها كتير. الماده ديت انا خدت فيها وندمت جدا، اللي انا خدت فيها اول نص شهر في المراجعه النهائيه سنتر، وبعد كده حولت اونلاين. فانا مش عايزك تقع في الاخطاء دي، بالله عليك بالله عليك هعمل لك فيديو الاخطاء اللي انا عملته، فيا اما تكمل طول المراجعه النهائيه سنتر، يا اما تكمل طول المراجعه النهائيه اونلاين. بالله عليك ما تعملش اللي انا يعني في حاجات كده انا عملتها في المراجعه النهائيه وقعتني. باذن الله اعمل لك فيديو عن الحوار ده، باذنك انت يا الله. المهم في الكيمياء انا حليت مذكره المستر، كنت باخد مع مذكره المستر، سيبك من المذكره دي عشان ما كملتهاش اصلا. اهم كتاب انا حليته الا هو كتاب مندليف. كتاب مندليف مهم جدا جدا جدا، لازم تحله، لازم تحل كتاب مندليف. رقم اتنين هو كتاب افوجادرو وكتاب التفوق. كتاب افوجادرو وكتاب التفوق انا ما حليتهمش ككتب كاملين، لا، انا حليت الكتب دي او حليت البوكليتات، او كان في كده الاداره بتاع الكتاب ده او الكتب دي، افوجادرو والتفوق كانت بتنزل هدايا. الهدايا دي انا كنت بحلها، كانت مجمعه لك كده الباب في 50 سؤال. هم 50 سؤال يعني، هم العصاره، هم الصفوه بجد من الاسئله. فدول كتاب افوجادرو وكتاب التفوق ما كنتش جايبهم، ما كنتش شاريهم اصلا، ولكن كانت بتنزل كده هدايا، كانت بتنزل على جروب اسمه جروب العباقرة تقريبا. الجروب ده كان بينزل الهدايا دي، فكنت باخده وبحل تمام، وبحلهم يعني. بس اللي كنت جايبه وشاريه الا هو كتاب مندليف وبس. تمام. بعد كده مادة الأحياء. الأحياء أنا كنت باخد فيها أونلاين من أول ما اتولدت لحد ما اتخرجت يعني من الثانوية عامة، باخد مع دكتور أحمد الجوهري. لو أنت تاخد مع مدرس تاني برضو عادي، أهم حاجة الراحة يعني، الراحات تمام. كنت بحل فيها إيه؟ كنت بحل فيها كتاب الامتحان، يعني كنت بخلص أول ما أخلص مادة، أول ما أخلص مراجعة الباب ده مثلا أخش على طول أحل كتاب الامتحان. بعد كتاب الامتحان اخش على كتاب التفوق، بعد كتاب التفوق اخش على مذكرات دكتور احمد الجوهري. فاللي انا اشتريته كتاب الامتحان وكتاب التفوق. بعد كده الفرنساوي تقريبا ما بنضافش عندكم، ولكن كنت بحل كتاب برافو، كان كتاب كافي جدا، كتاب واحد بس، الحمد لله قفلنا الفرنساوي. بعد كده الجيولوجيا تقريبا انضافت عندكم لمادة الأحياء، ودي حاجة حلوة والله العظيم ليكم. الجيولوجيا أنا حليت فيها كتاب الامتحان بس، حليت فيها كتاب الامتحان ونقصت درجة في آخر السنة عشان غلطة كده بسيطة. المهم يعني عايز تحل في في الجيولوجيا كتاب الامتحان. عايز اقول لك برضو ان كتاب الامتحان لازم تحله في اي مادة. يعني مثلا على سبيل المثال بعد ما طلعت من امتحان الكيمياء، صحابي قالوا لي ان في مسألتين جم بالنص من كتاب الامتحان. فكتاب الامتحان عايزك تجيبه في كل المواد، تثبته في كل المواد وتحله. كده انا خلصت لك الكتب في كل المواد. هنزل لك برضو الكتب دي متجمعة كده في صورة على جروب التليجرام، لو ما دخلتوش فهتلاقي في اول كومنت باذن الله مثبت. طب في بقى سؤال مهم جدا جدا جدا، انت او احنا هنمشي ازاي في الفترة دي؟ هتمشي ازاي في الفترة دي؟ عشان مش عايز اطول الفيديو ده باذن الله، السؤال ده يعني هيطول شرحه شوية، عشان اقول لك كل حاجة تعملها الفترة دي باذنك انت يا الله، وتخش تقفل، وباذنك انت يا الله يعني ايه تبقى ماشي مظبوط. فعشان بس ما اطولش الفيديو اكتر من كده، خلي الفيديو ده ليه خاص بالكتب، وباذن الله الفيديو الجاي بعد يومين ولا حاجه هقول لك تمشي ازاي بالظبط. وهقول لك برضو تريكات المراجعه النهائيه اللي كانت يعني بتخليني عندي وقت كبير جدا اللي انا اقدر احل فيه كميات كتيره جدا، واقول لك برضو بعض الاخطاء اللي انا وقعت فيها عشان ما تقعش فيها. الحاجات دي والله العظيم مهمه جدا جدا جدا، ما تستهونش، انا بنقل لك خبره 12 شهر، فبالله عليك مش عايزك تقع في نفس الاخطاء اللي انا وقعت فيها دي. عشان الاخطاء دي يعني لو انا مش والله مش بمدح في نفسي، لو انا مش جامد ما كنتش قمت حرفيا. فكده الفيديو الحمد لله خلص. متنساش تعمل اشتراك باذن الله في القناه عندنا، عشان باذن الله الفيديو الجايه مهمه جدا 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 لازم تسمعها. يعني خدت تجربه كبيره جدا في المراجعه النهائيه، وقعت وقمت كتير، فانا عايز اقول لك بس ازاي تمشي مظبوط. متنساش يلا تعمل الاشتراك بتاعك واللايك،
ولو انت عايز تلم معانا او تنضم معانا معسكر الانجليزي ابعت لنا رساله على الواتساب على الرقم اللي تحت. والتوفيق باذن الله، واقول قولي هذا استغفر الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.